مكعب روبيك صغير جري بسرعة ناحية بنت كانت قاعدة بتلعب في الموبايل، وكان بيترجاها بعلامات غريبة تساعده ترجعه زي ما كان. البنت استغربت بس شالته وبدأت تلعب بيه، ولدهشتها خلصت الجنب الأصفر في كام حركة بسيطة جدا. اتحمست أكتر وقررت تحل المكعب كله، لكن بعد كام دقيقة محاولات متوترة معرفتش، وكمان لخبطت الجنب اللي كانت ظبطاها من الأول. اتنهدت ورميته على جنب ورجعت تلعب في لعبتها تاني من غير ما تبص وراه. المكعب ساعتها جري بسرعة ناحية ودن البنت، ولما شاف مهارتها الجامدة في اللعب افتكر أكيد هتعرف ترجعه. خبط على السماعة بتاعتها بخفة ففزعت وقالت إيه ده؟ ساعتها أدركت إن المكعب عايش فعلا. بعدين نط على حجرها والبنت بصت له باندهاش وفضول كبير. المرة دي كانت مركزة جدا وبدأت تدرسه كويس بعينيها، ووصلت بسرعة لآخر خطوة، بس وقفت مترددة ومش عايزة تلخبط اللي كانت ظبطها بعناية. وقبل ما تيأس وتسيبه، المكعب فجأة بدأ يتحرك لوحده كأنه بيديها إشارات أو تلميحات ذكية. البنت غمضت عينيها ثواني وفكرت في الحركات اللي شافتها، وفجأة لمعت في دماغها الفكرة. بسرعة نفذت الخطوات ولقت الحل، وفي اللحظة اللي المترو وصل فيها المحطة كانت خلصت المكعب تماما. لكن دلوقتي المكعب سكت وبطل يتحرك خالص. البنت ابتسمت وهزت راسها بخفة، حطت المكعب على الكرسي ونزلت من القطر. بس أول ما مشيت المكعب رجع للحياة تاني فجأة، ونور بلون خفيف وجرى بسرعة ناحية راجل في نص عمره. دلوقتي جه دوره هو كمان يحاول يحل المكعب.